انا غنقول لكم شنو هي الخلاصه اللي استخلصت. انا ما عارفش، ما قادرش انا نجزم واش وقع التزوير في الامتحانات ولا ما وقعش التزوير، واش تعطات هذا الشيء في نفسي ان شي حاجه من هذا الشيء كاينه في نفسي، كما عنديش الدليل ولا اليقين. ما تكلمتش، ولكن كلشي الاخوان اللي بغاو يتكلموا ولا كتبوا شي حاجه خليتهم يكتبوا داك الشيء ويتنشر في الموقع، لانه ما نقدرش انا نظلم شي واحد هكذا نجي نقول له نتايا. ولكن بغيت نقول للسي وهبي، انا فهمت من هذا الشيء هذا اللي وقع واحد القضيه، انك تشارك في الحكومه بدون ثقه. الثقه هي الاساس. يبدو ان الشعب لا يثق فيك او فقد ثقته فيك. هذا الشيء اللي كيبان لي. ممارسه السياسه بدون ثقه صعبه، ما نخبيش عليك. تقريبا نفس الكلام نبغي نقولوا للرئيس ديالك. هذه مشكله اليوم تنعيشها، هي اننا نعيش تحت تسيير حكومه لم تعد، على الاقل لم تعد تتمتع بثقه المجتمع والشعب، وهذا شيء قاسي. انا اللي جيت الاخوان قلت لكم الله يخليكم، لقيت حمله ديال على السي اخنوش يقولوا له ارحل، قلت لكم ما تدخلوش في هذه الحمله، كتذكروا مزيان. وناضوا بعض الاخوان تيقول لي السي الا علاش كتقول لنا هذا الشيء، هذا الشعب تخيلوا لو كان دخلتيو في هذه الحمله ذاك الساعه تقول رحنا اضحوك اليوم. ولكن انا ماشي على هذا الشيء قلت لكم تدخلوا، ما قلتلكمش تدخلوا حتى ما كنتش مقتنع. هذا جاء على كل حال جاء، وهذا الرئيس ديال الحكومه ديال المملكه المغربيه، وحنايا ما نتمناو له الا الخير، نصاب وننجح ونسى الناس فينا كاع. ياك غتنجح البلاد اسيدي بلاش من هذه العداله والتنميه. لكن هذا لم يقع والى حد الان ماشي ما نجحش، ولكن تبين انه اصبح يحكم بدون ثقه، وكانني به يحكم بدون ثقه ولا يبالي بالمجتمع، لا يبالي به، وكانه لم ياخذ المشروعيه منه، انه اصبح رئيسا للحكومه بشيء اخر، بمشروعيه اخرى، بجهه اخرى. وهذا امر صعب. وحتى اذا كان قد وقع فكان عليه ان يجتهد لكي ينال هذه المشروعيه وينال هذه الثقه. هذا لم يقع لحد الان، هذا لم يقع لحد الان. ولهذا فانا ما زلت اكرر ان انا قلت لكم ما تدخلوش. وجات حمله اخرى ديال الارحال فيها 2.5 مليون ديال الناس عقب يعني عقب بروز يعني الاسعار وارتفاعها بشكل مهول، ومع ذلك تجمعوا لها 2 مليون ديال الناس ونص وما دخلناش فيها، والى حد الان لم تؤتي شيئا. وانا اليوم ما غنقول لكمش قولوا له ارحل، ما نقولها لكمش. انا الان فقط متاسف وتنقول له راه جالس كتسير الى حد الان بدون ثقه المجتمع والشعب. والغريب ان السي دريس حفظه الله جاب 2 ديال الاخبار اللي ما كانوش في راسي، لا هذيك ديال حفيد نيلسون مانديلا ولا الثانيه ديال الثقه ديال الاسر، وقال انها لم تنحدر قط الى من حضرت اليه اليوم، وكانه كان يمهد لما اقول. وهذا حينتاش انا سياسي كنشوف البلاد، كنشوفش الحزب كنشوفه كناخذه بعين الاعتبار من بعد ما كنشوف البلاد.